لو فاكر إن سكوتك عن حقك أدب، فالفيديو ده هيفوقك بألم حقيقة بارد. النهاردة هنعرف ليه الغابة ما بتحترمش الأرانب مهما كانت أخلاقهم عالية، وإزاي تتحول لأسد بيفكر مش مجرد وحش بيعض. ركز في كل ثانية، لأن السكريبت ده هو كتالوج الهيبة اللي ضاع منك. لغز الوحش المنضبط. بص يا صديقي، ضحكوا عليك زمان وقالولك خليك طيب ومسالم عشان الناس تحبك. رسمولك صورة الإنسان الخلوق إنه الشخص اللي بيمشي جنب الحيط وما بيعملش مشاكل وبيجي على نفسه عشان يرضي الكل. بس الحقيقة المرة اللي المحرر جوه عقلي عايز يواجهك بيها النهاردة، إن في قانون الغابة اللي احنا عايشين فيه، الشخص المسالم ده مش بيتسمى طيب، ده بيتسمى فريسة. الفيلسوف كارل يونغ قال جملة عبقرية ومرعبة في نفس الوقت. الإنسان اللي ما بيعرفش يأذي ما بيعرفش يكون خلوق، هو بس بيكون عاجز. في فرق ضخم جدا يا صديقي بين انك تكون أرنب مسالم عشان ما عندكش مخالب أصلا، وبين انك تكون أسد عندك القدرة الكاملة انك تفترس وتدمر، بس بمزاجك واختيارك قررت تسيطر على القوة دي وتخليها للوقت المناسب. الأولاني ضعيف ومستباح، والتاني هو صاحب الهيبة والشخصية القوية. المجتمع برمج عقلك إن السكوت عن الحق وكلمة حاضر ونعم لكل حد هي قمة الأخلاق، بس المتخصص اللي جوايا بيقولك إن ده بيبعت إشارات واضحة لكل الشخصيات السامة والنرجسيين إنك أرض مباحة. خدها قاعدة: الاحترام لا يطلب، الاحترام ينتزع. الناس غريزيا ما بتعرفش تحترم الشخص اللي ملوش ضوافر، وما بتعملش حساب للي ما بيعرفش يقول لأ بصوت عالي واضح. عشان تكون صاحب كاريزما لازم تكون خطر، لازم اللي قدامك يقرأ في لغة جسدك ونظرة عينك انك تقدر ترد الصعصعين. القاعدة الذهبية هنا انك تكون محارب في بستان احسن 1000 مرة من انك تكون بستاني غلبان في وسط حرب، لان الحرب لما تقوم البستاني اول واحد هينداس، لكن المحارب هيحمي نفسه ويحمي اللي بيحبهم. أول خطوة: بطل تتأسف على وجودك، بطل أنا آسف عمال على بطال. افرد ظهرك وبص في عين اللي بيكلمك بثبات. اتعلم فن الرفض، لما حد يطلب منك حاجة مش على هواك قول لأ ومن غير ما تبرر. لأ بتاعتك دي هي اللي بترسم حدود مملكتك. تاني خطوة: تقبل جنبك المظلم، ما تكبتش غضبك، اعترف ان جواك جانب شرس ووظفه صح. استخدم الشراسة دي في الشغل عشان تكتسح، وفي الجيم عشان تبني جسم قوي، وفي الدفاع عن حقك. الخلاصة يا صديقي: الطيبة من غير قوة سذاجة، والقوة من غير عقل طغيان. احنا عايزين التوازن، تكون وحش كاسر وقت اللزوم وإنسان راقي وقت السلم. ابدأ من النهاردة، غير نبرة صوتك ومشيتك، وشوف ازاي نظرات الاستهتار هتتحول لنظرات تقدير. نشوفك الحلقة الجاية. سلام يا عبقي.